الحديث فهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسلم أو هاجر في السنة 7 من الهجرة في أولها، وتوفي في سنة 59 على المشهور من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع، وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال له راوية الإسلام. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى وأن يحفظ حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث فيه وصايا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قام بها، وهي حقوق المسلم على أخيه المسلم، كان قيامه بغيرها أولى. يعني من أدى هذه الحقوق ال6 أدى غيرها من باب أولى. الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. نعم، السلام